miss me, I miss you. اوكي كتير وصلني اوردرز كتير عبالي اعملهم unboxing معكم بس ما احب هيك بس على سناب، بحب انزلهم كمان تيك توك لانه كتير جبت قصص بتسطل. هذا ما بقى فيه جفت مهضومه، بس انه ممكن اذا عملت تيك توك احط الاسم او بس تسالوني انتم من وين، اكيد بخبركم من وين، لان عن جد عندها قصص واو. في البراند هيدي تاعت مرته لجاستن بيبر، رهودي او شي هيك اسمها كمان. وسوري انه عم غيب عم بختفي، بس صراحة يعني ما بعرف مش عم بختفي لأسباب معينة، يعني لهيك انه أسباب عادية. الساعة ما بعرف بين 10 أو 9 أو شي هيك، ما بعرف والله. يعني أول 5 دقايق 10 دقايق كله أغاني وكله رجوع، قلت لها اللي ما كملني بعدنا حاطينه، يعني قلت لها ما بدي أحضره، ما حبيته. كتير بيماطلوا وكتير بيحكوا أغاني وحفلات طب وبعدين يعني شو حيصير؟ ما حبيت، بس ممكن ارجع كمله صراحة، ما طيته حقه. انا كنت شوي امبارح مخضخضة لانه كتير عم نام مأخرة وعم فيق مأخرة، واكيد مش هلأ فقت، بس انه نومي مش منتظم وما عم حب هذا الشي، عرفته؟ وخايفة كتير على وجهي انه تحت عيوني تعبان. فيس anyways هذا خلصنا الوجه قبل ما نبلش بالماشين. هو اكيد ما اجى بهيدا الكيس، بس لان الكيس الاصفر انقطش كله. هذا بارجيكم صورة، هو كلهم ميك اب احلامي، بس طبعا بعد في قصص كتير، بس صراحة ما طلبت كل شي داخل دفعة واحدة، قلت شوي. اوكي هذا الست رهودي كله نجربه، وهذا كمان بتحطيه قبل الميك اب. جبت البراش تاع هدى بيوتي، هلا هو كلهم هدى بيوتي، يعني كلياتهم هدى بيوتي. هدى بيوتي اكثر شيء خبروني عنها بخصوص البلاش شو اسمه، لا نسيت الباودر تاعها، بس هاي صراحة بعد ما فتحتها مش عارفة شو هي، بس بعتقد يمكن ليبستيك. مهم هاي حخليها لبعدين نفتحها. جبت كونسيلر تاع هدى بيوتي، وحتى انه الكونسيلر الكوركتور او الكوركشن. هيدا شو وهيدا شو اسمه برايمر، يعني تخيلوا قد الميك اب حيطلع حلو. هيدا، وجبت بعتقد 2 باودر، وحده البينك ووحده البيضة، وكتير قصص، بس ما حاجيكم هدول هلا. هيدا كمان طلبته، هيدا كله سكين كير. اوكي بس اكيد قصص انه مش هيك تفكروها، قصص سوبر اصليين. هيدا مثلا اكيد كلكم شايفينه، هو كله بدي اجربه اعمل ماسكات واخبركم. انا طبعا ما بجيب قصص انا انه ما مأكدة منها 100% اكيد. هذا بحس لتحت العين. هيدا اي كريم كفرج. بتعرفوا هيدي البنت اللي طلبت من عندها سافروا على الصين ليجيبوا البرودكتس اللي عن جد القوية من الصين. سو امرار في بنات بتروح على الصين لحتى تعمل سكين كير مثلا. وخلص الفيديو. anyways في بنات بتروح على مثلا هذا الماسك اللي اخترعوه مثل هو الكولاجين هيدا، اوكي، وهيك اللي بيجي شفاف مثلا، هو كلهم بتروح لعندهم هي البنت هاي وتطلبهم من برا، يعني من الصين. من الصين قال من كوريا سوري، عرفتوا؟ يعني مش انه هيك براندات عادية ولا مدري شو. فحجرب انا هيدا اللي حاكي عنه هي كتير، اللي راحت على كوريا لتجيبه.
طبعا بعد ما تخلص، بعد ما اخلص منه عن جد حخبركم، لان بيعمل البشره ازازه، عرفتوا؟ ازازه تعب لهيك. على فكره واكلكم هو كمان بيعمل قصص لتحت العين حسب شو بتاكلوا، مش بس السهر، مع انه بحس انه السهر ما خصه، بس انه لان احنا على نظام الطيبات وهو قال السهر ما خصه. حسب شو بتفوتوا على جسمكم هو اللي بيأثر على بشرتكم. مثل ما بيقولوا السكين كير بيتاكل، مش انه بس بينحط على الوجه. وحتى اصلا بس تاكلوا سكين كير ببطل اصلا في داعي اصلا تعملوا شي بوجهكم، لانه بضل شي حلو. اوكي حواجبي ما شاء الله بيطولوا بسرعة، بس رموشي بيطولوا كمان بسرعة، بس للأسف لاش اكستنشن شوي رجع تعبون. بس صراحة خلص عن جد ما بستخدم لاش اكستنشن ابدا، دايما بقول هيك، لان انا ما شاء الله كانوا كتير 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 رموشي عباية، والرموش العباية كتير حلوين يعني بس يكون خصوصا عيونكم كبيرة وهيك مع الرموش العباية كتير بتعطي جمال اكتر. فلهيك قررت ابدا ما بقدر لاش اكستنشن. عن جد فعلا نحن البنات بندمر نفسنا بنفسنا، عرفتوا؟ انه بنكون اجبنا شي وهيك حلوين نجي ننزح حالنا انه نفكر انه نغير شوي، وهذا الشيء كتير غلط. مثلا مثل اكستنشن، قبل كنت كتير حط اكستنشن، بعدين عرفت انه كتير كتير مضرة للشعر وكتير عم تأذي لي شعري، فوقت وقفتها وليكو شعري كتير صاير عبي. اي حدا بروح لعنده بيقول لي ما شاء الله، يعني عن جد كتير عبيان الشعر. ف اهتموا بشعراتكم، اهتموا انتو بشكلكم، ما تعملوا اي شيء بقى مثل هول الرموش وهيك قصص، عن جد مش حلو ابدا. يعني الا اذا بدنا مثلا عنا شيء نحط مثلا هيك نركب رمش وينشال دغري، اوكي هذا سوبر عادي. بس لهيك اكتر شيء البنات اللي بيحطوا اكستنشن بتلاقوا شعراتهم كتير قصار او مثلا خفيف او شيء بسبب الاكستنشن. هلا الحمد لله انا ما كنت دايما مهووسه فيها، انا بالبيت امرار ابقى بلاها شيء لارتاح، بس في ناس بيراكبوا انه بالنهاية اكيد هن حرين، انا ما خصني، بس انه للبنات اللي عم تفكر تحط ما تحط. عيد ميلاد اختي نور، اوكي في شيء انا حعملها اياه بوكس، هلا هي يمكن عملت لها بلوك انا اصلا سناب لان حنزل قصص. مهم شو اسمه ايه، حاعمل لها بوكس كتير حلو. اوكي هلا ما حاحكي تفاصيل اكتر، بركي مثلا خطيبه هون وعم بشوف شو عم بحكي بروح بقول له. المهم حاعمل لها بوكس كتير حلو، اوكي فانتوا حتكونوا موجودين معي، حاعمل فيديو وارجيكم كل شيء انا عم بعملها اياه بالبوكس، اوكي وبعد ميلادها بقدم لها اياه وحصور الرياكشن تاعها وكيف عم تفتحهم وهيك انبوكسنج عم تعمل، لان كثير عبالي اعمل هيك فيديوهات انه تساعدوني كيف حضر الجيفت تاع اختي، وتاني نهار دغري صور لكم شو ردة الفعل، بس واحد فيديو واحد هو حيكون، يعني انا عم بعملهم وردة فعلهم. وكمان كتير جبت قصص فبدي اعملهم انبوكسنج معكم ان شاء الله بفيديو تيك توك، واكيد حينزل سناب. سو هيك، وهلا خلينا نقوم ناكل و I love you.